الحكومة مش بس فاجأت الناس ورفعت أسعار البنزين مرة واحدة، ده كمان الكهرباء هيبقى فيها جديد. فهل ده معناه إن مدة قطع الكهرباء هتزيد أكتر من ساعتين، ولا أخيرا هنسمع خبر حلو؟ التفاصيل هتعرفوها كلها في الفيديو ده. الناس بقت بتضرب كف على كف من اللي بيحصل في الكهرباء. في الصيف قلنا درجة الحرارة عالية ولازم نستحمل، لغاية ما وصلنا لحل وسط وبقت الكهرباء بتقطع ساعة واحدة. ولما قلنا الشتاء هيجي والجو هيبرد ومفيش كهرباء هتقطع تاني، نتصدم بالحكومة بتبلغنا إن القطع هيزيد ويبقى ساعتين. بس لو فاكر ان دي النهاية برضو تبقى غلطان، لانه دلوقتي مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة كشف عن خطة جديدة من الحكومة. بس ازاي؟ مسؤول وزارة الكهرباء قال في تصريحات اليوم السابع ان مركز التحكم القومي للشبكة القومية للكهرباء جات له تعليمات خلال الساعات الأخيرة بقطع الكهرباء لمدة ساعة واحدة بدلا من ساعتين في يوم الجمعة، وده حسب جدول تخفيف الأحمال المعلن عنه عن مجلس الوزراء. وفعلا الكهرباء في بعض المناطق قطعت ساعة واحدة يوم الجمعة، وده لأن مركز التحكم القومي بدأ في تخفيف الأحمال بقدرة 1600 ميجا وات بدل من 3200. السؤال بقى هنا، هل القرار ده هيتطبق على باقي الأيام ولا ده كان استثناء؟ المسؤول قال إن الشركة القابضة لكهرباء مصر بلغت مركز التحكم القومي إننا هنرجع لخطة تخفيف الأحمال القديمة، ومن دلوقتي قطع الكهرباء يكون لمدة ساعة واحدة بس بدل من ساعتين. وحسب كلامه مركز التحكم القومي كان بيفصل التيار لتخفيف الأحمال لمدة ساعتين بحد أقصى مرة واحدة يومياً، فلو أي مواطن قطع الكهرباء عنده بيزيد عن ساعتين لازم يبلغ عن طريق الخط الساخن 121 أو تطبيق طوارئ كهرباء. واللي أكدوا إن حالات قطع الكهرباء لأكتر من ساعتين ما بيكونش بسبب خط تخفيف الأحمال، لأ ده بيكون بسبب أعطال فنية في الشبكة. ومن يوليو اللي فات والحكومة أعلنت إنها هتنفذ خطة لتخفيف الأحمال هتقطع فيها الكهرباء عن كل محافظات مصر التتابع، ما عدا مناطق استثنائية اللي مرتبطة بخدمات لازم تكون الكهرباء شغالة فيها، زي أقسام الشرطة والمستشفيات. كمان في مناطق ساحلية واللي بتعتمد على مصادر خاصة لتوليد الكهرباء ما دخلتش في جداول تخفيف الأحمال. والأزمة حصلت مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، وده زود الضغط على محطات توليد الكهرباء وزود كمان من استهلاك الغاز والوقود اللازم لتشغيلها. ومع أزمة الدولار الحالية وصعوبة الاستيراد قررت الحكومة إنها تقطع الكهرباء عشان تحل الأزمة. حسب المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، قطع كهرباء كل يوم لمدة ساعة واحدة ده بيوفر على الدولة 300 مليون دولار في الشهر. ومع ارتفاع أسعار الوقود عالميا قررت الحكومة إنها ترفع أسعار البنزين بكل أنواعه خلال الساعات الأخيرة. كمان الرئيس السيسي أمر بترشيد مصروفات الحكومة على الوقود بنسبة 50%، ودلوقتي هي دي الأسعار الجديدة. بنزين 80 سعره اللتر منه ب10 جنيه، بنزين ال 92 اللتر منه ب11 جنيه ونص، بنزين 95 سعر اللتر منه 12 جنيه ونص. انتم بقى قولوا لنا الكهرباء بتقطع عندكم كام ساعة في اليوم، وهل فعلا خلال الساعات الأخيرة قطعت ساعة واحدة بس؟